واحد السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ونهار جديد كالعاده. وهنا كنقول لكم ما تنساوش خدكم من اللايكات وبارطاج القناه فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا. هنا كما كتلاحظوا معايا انا كاينه وسط الزيتون، جيت نضرب واحد الدويره علاش لا. وانا نقول علاش ما نخليش لكم هذا الفيديو هذا. جيت ضرب الدوره يا اختي ولقيت الدوده بدات كطلع ليا عاوتاني، بدات كتجي من لقيتها هي واحد دبانه على شكل الفراشه، ما عرفتش شنو سميتها بالضبط. ما عرفتش انا هذيك الدبانه اشنو سميتها. المهم الدوده كاينه موجوده، بدات كطلع ليا واحد مولاتي الدوده. اش غنقول لكم قداشنا هي، ربما على ما اظن هبطات من العنب، حيت هاد الدوده الغلايظه هذه اللي كاينه في العنب. المهم ما علينا، هنا هاد الفيديو هذا غنشاركو لكم ما بين العنب والزيتون، وغادي نوريكم الدوده اللي لقيتها هنا. المهم ما علينا، جيت لقيت هاد الدوده هذه قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الفيديو هذا. ما علينا دابا هاد الدوده هذه اشنو المعمول، شنو خاصها الدواء كالعاده، يعني خاصنا الدواء. بالنسبه للدواء اللي خاصنا غادي نجيبو ان شاء الله بحول الله، وغادي نشاركو معكم في واحد الفيديو. دابا ديزا لقيت واحد الليحه جايين حتى تشوفوها با طايبه، نقطعوها ونهزوها. شوف هنا تاهي ربما دوده ولا ما عرفت شنو هي هذيك. مدينه نرجعوا لموضوعنا اللي هو الدوده. اشنو المعمول معها؟ المعمول هو انني غادي نمشي نجيب ليها الدواء اللي كنستعمل ليها دائما، وغادي نديرو علاش تبارك الله ما شاء الله على زويتينات جايين، اللهم بارك. وبالنسبه لبزاف الناس قالوا لي الاربيكوين ما كيغلاش، الله يجعل شي بركه، الحمد لله. داك الغوض اللي شفت انا فيه دابا حاليا اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن، كاين الخير، الله يجعل شي بركه. هذا مكان وتبارك الله واحد الشجره اشنو حاطه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما نقولش لكم. غادي ندور جيتها والله تنصورها لكم وغادي تشوفوها. شوفوا تبارك الله الزيتون تلاقى، شتو راه عام وشي 6 شهور اولا 7 شهور قلاش. تبارك الله تلقى الزيتون بهاد الطريقه هذه، اللهم بارك. شوف اللهم بارك. فين يا خوتي الشجره؟ قربت ليها وغادي نوريها لكم. انا قريبه دابا منها حاليا. هنا ان الزيتون انه كحال، بدا كيكحال يعني، وكاين اللي كحالت، كاين اللي تبارك الله كحال. شوفوا ما شاء الله على الشجره شنو فيها. ها نتوما اللي قلت لكم، شوف بدا يعني بدا كيكحال. وهذه راه فيها واحد السوسه، هذه دوده، دوده يعني اللي كلاتها هكا. شوف هذه راها دوده كما قلت لكم. شوفوا هذه راها دوده، واشني كلاتها من هنا ما عرفتش بالضبط اشنا هي. ها هي شوفوا تبارك الله على ما فيها. شوف تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الزيت، شوف ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله، هذا راه من فضل الله سبحانه وتعالى. الله
اكبر. شوف شوف ما شاء الله. شوف تبارك الرحمن. هاد الشجره تبارك الله كامله بحال ما كلها بقى عامره. اللهم بارك. والحمد لله هاد الشيء كامل من فضل الله سبحانه اننا وصلنا لهاد النتيجه اللي نتيجه هي زوينه الحمد لله. اللهم بارك. هنا اجيو معايا غادي نمشي معاكم هاد العنب وتشوفوا واحد مولاتي الدوده اشنو دارت ليه. حقاش كلاتو الله اكبر. واحد داريه شنو دايره ليها. شوفوا هانتوما. شوف اختي جنايه. شوفي هادي راه غبنا عليها غير ما عرفت يومين ولا 3 ايام هي ما بقيناش جينا وبقينا دارت لي هاد الحاله هادي. شوف بقيناها دارت لي هاد الحاله هادي. شوفوا ورا واحد الدوده كبيره لقيتها. الا لقيت دابا شي وحيده غادي نوريها لكم. عرفتوا واحد الدوده قداشنا هي كبيره. شوفوا هاد الداريه هادي خلات فيها غير العواد هما اللي بقاو فيها. هانتوما شوفوا تبارك الله على الدويليات كيفاش جايين دايرين. وجات هذيك المصيبه هذيك وكلاتهم بدات كتاكل فيها. يا اختي قسما بالله الا كتكون لاصقه بحال ما هكا مع الشجر الا شتيها ما تبانش لك. ما تبانش. تصوروا معايا هاد الدويليات هادي يلا غرسناهم غير هاد العام. يعني باقي ما عندهمش حتى تقريبا شي على ما اظن المهم شهر 3 وقيله ولا 4 فاش غرسناهم. ماشي بعيد الوقيته ديال الغرس ديال العنب فين غرسناهم. وشوفوا ما شاء الله كيفاش دايرين تبارك الرحمن اللهم بارك. ولكن اختي التكات لينا عليهم هاد الدوده هادي راه لا اله الا الله. هي علاش دابا غادي نمشي نجيب الدواء ونداويو الزويتينات ديالنا. ما غاديش نخليو الدودات تاكلهم. غنداويو الكريمات كلشي كامل غادي يداوى بزيتونه بكل مليح. والحمد لله راه هادشي اللي بغينا. اللهم لك الحمد. وهنا راه كنقول لكم عاوتاني ما تنساوش خدكم اللايكات وبارطاج القناه فضلا وليس امرا. جزاكم الله خيرا. وكنقول لكم بسلامه عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله والى اللقاء. السلام عليكم.